من بين اهم الافكار اللي كاينه في واحد الكتاب قريته وجاتني زوينه، انه اي حاجه كتعيشها في حياتك وكتكون مهمه بالنسبه لك، خاص ضروري تفكر في انك غادي تفقد هذه النعمه شي نهار. بحال هكذا غادي تقدر هذيك النعمه وغادي تعرف اكثر بالقيمه ديالها. الاصدقاء غادي يجي شي نهار وغادي تفارق معاهم، العائله غادي يجي داك النهار اللي غادي تفارق معاهم كذلك. داكشي اللي عندك ما عمره غادي يدوم لك، وحتى النفس ديالك غادي يجي شي نهار وغادي تفارقك. كيف ما كان الحال، احسن حاجه اللي تقدر تموتي فيك في حياتك هو انه تعرف انك غادي تموت شي نهار، وانه الا دوزتي كل نهار مع الصباح وكتقول انه غادي تقد تموت، راه غادي يجي واحد النهار اللي غادي تكون فيه على حق. اذا خاصك تعرف وتحس ان الحياه ديالك غير عابره، وان اهم ما عندك دابا غادي يفرقك حاجه بقدر ما انها حاجه خايبه، او لا بقدر انها حاجه زوينه، بقدر ما انها واقيه، واللي بالعكس تقدر تخليك تحاول تستغل كل ثانيه من الوقت ديالك في هذيك النعمه. اذا حاولوا تستغلوا ديك النعم اللي عطاكم ربي في هذا الوقت، لانه غادي تجي واحد الوقيته اللي ما غاديش تبقى عندك، لان هذه هي الحياه. كتجيك الفرص كتمشي وكتجيك النعم كتمشي. اذا نحاولوا نستغلوا هادشي اللي عندنا دابا، ونتمناو الخير في داكشي اللي غادي يجي ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه، ولا تنسوا كذلك الاشتراك في القناه.